متابعين شلونكم وشلون صحتكم؟ اليوم صبغنا الشعافة. على ما ينشف يحتاج له ساعة، فراح أسوي الشرك العراقي. تعالوا نبدي بطريقة عمل الشرك. كلش طيب، ناكله عصاري ويا الشاي، يجينا خطار نقدم له وقت الريوق. طبعا وصفة جدا سهلة وبسيطة، تابعوني حبايب قلبي. راح نبدي خطوة بخطوة طريقة عمل الشرك العراقي. عندنا هاي الخمرة الحمرة هي للمعجنات، شوفوها بنات، والزرقة للخبز والصمون وغيره. عندنا الزبدة والملح والبيض، سمسم، بيكنج باودر، فانيلا، سكر وملح وزيت وطحين. هاي هي المواد اللي أني أستخدمها. هنا عندنا الخميرة الفورية، أخليها بهذا الكاسة وأضيف عليها سكر وأتركها لمدة 5 دقائق. السكر حسب الرغبة، انتو ايش قد تردون تخلون حتى شوف شلون يطلع طعم الشرك كيفكم. راح نضيف عليها الماء. هاي للعجن، كل شي ما نضيف عليها فقط سكر وماء. هاي بعدين نرجع لكم. عندنا الطحين، نضيف عليه حليب البودرة، خلطة سوا يسويه مقرمش ويعطيه طعم أيضا، والماء عنده بكيفه. شوفوا شكر احنا خالين ويا الخمرة، فما يحتاج، لأن أنا ما أريده حلو. راح أخلي قليل من الملح فقط. هاي ايش أضيف وياه بيكنج باودر الفانيلا، هذا كلها ويا الطحين. قليل من البيكنج باودر، مو كثير، لأن احنا عندنا خمرة. هاي ونضيف الفانيلا، تعطي نكهة كلش حلوة، وأنا أحب ريحة الفانيلا. هاي راح أخلي 2 ملعقتين حتى تصير الريحة طيبة. هاي كملناه، خلطناه سوا. نسوي هنا مثل الحفرة حتى نضيف الخمرة ونضيف الزيت أيضا. عندنا هذا الزيت نخليه هنا تقريبا نص استكان. وهاي عندنا البيضة. هاي انتهينا. راح شو نسوي؟ نضيف الخمرة. نبدي نحرك على كيفنا بتشوفون إلى أن يتجانس، ونعجنه بإيدنا. بعدين يجي دور الزبد حتى يسويه هش. راح أبدي أعجنه بإيدي، أسويها عجينة متماسكة، لا لينة ولا يابسة، وسط. وإذا احتاجت شوية ماي أخلي، وإذا لينة كلش أضيف شوية طحين. أنا أشتغل عينك ميزانك، يعني ما عندي مقادير محددة. العجينة مبينة زينة، يعني حسب ما أني عيني ميزاني، ما يحتاج لا مي ولا أضيف طحين. خلينا نكملها عيوني وأرجع لكم. هسه نبدي ناخذ من الزبد عيني ونعجن بيه العجينة من موع الزبد حتى لا يصير أسود. نقطع تقريبا 100 جرام مو أكثر.
لأن ريحة الزبد كلش طيبة تطلع ويا الشرك وصحي. هسه أبدي أعجن بيه. شوفوا قليبي، وهو طبعا بدرجة حرارة الغرفة. العجينة جدا روعة، وأبدي أعجن بيه إلى أن يتماسك وتركه يختمر. تشوفون قليبي هذا ذوبه كله بداخل العجين. راح أكمل وأرجع لكم. أنا خليتها على الميز وهسه جاي أدعك بيها. ضيعت كل الزبد، شوفوا، إلى أن أصبحت عندي عجينة متماسكة. شوفوها قليبي هذا الشكل. هسه راح أخمرها. عندي أني هذا قديم خليته بالفريز ما عليه شي، مي ودبس مال تمر العراقي، نخلطه سويه. وهذا عندنا السمسم خليته بهاي الصينية أحضرهن. راح أسوي كرات صغار وراح أبدي ألف الشرك. هسه ندخلها هنا بالدبس ونخليها بالسمسم. بعدين أكبرهن وخليهن بالصواني وأشويهن. يعني سهلة جدا الشغلة وطيب، وراح تشوفونه من أشوي. هسه راح أتركهن تقريبا نص ساعة يتخمرن وبعدين أشويهن الفوق والجوا على 200. وهذا الشرك مالتنا، شوفوا شلونه يخبل والريحة تعط. شوفوا عيني، جربوا هاي الوصفة ما راح تتندمون، وألف عافية. تحياتي إلكم.